انتهت مباراة المنتخب المصري وموزمبيق في أولى مواجهات المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية. مباراة مخيبة للآمال من المنتخب المصري. أنا الحقيقة يعني من أسوأ الأداءات اللي اتفرجت عليها المنتخب، مش للجيل ده عامة، للمنتخب اللي اتفرجت عليه. النهارده أنت بتلاعب موزمبيق. موزمبيق دي آخر مرة راحت كأس الأمم 2010، يعني كانوا الجيل ده لسه عيال صغيرة. تمام. بتلعب النهارده عشان بس ما حدش يطلع يقول لك بقى اصل ده منتخب الحصان الاسود. لا، مش الحصان الاسود. لا، ده مش الحصان الاسود، ده مش هيصعد اساسا. يعني هو ده مش هيصعد، يعني لو انت ما صعدتش فاللي هيصعد الراس الاخضر. تمام. ده مش حصان الاسود. الحصان الاسود بيبقى بوركينا، بيبقى مالي. لكن انت النهارده بتلاعب فريق انت استهترت، انت واللعيبه، واحنا كمان كمشجعين استهترنا بالماتش. وطبعا فيتوريا ده قصه تانية لوحده. النهارده انت نازل معلش الاربعه بتوع الدفاع تمام، بتلعب قدامهم على الورق بتلعب بحمدي فتحي والنني وزيزو، ويمين صلاح وشمال تريزيجيه وقدام مصطفى. تمام. فعليا فعليا بقى في الملعب اللي بيحصل، بتلعب ب 2 6، نني وحمدي، وبتلعب بصلاح بلاي ميكر، وبتلعب بيمين زيزو وشمال تريزيجيه. تمام. انا بقول لك انت النهارده بتلاعب موزمبيق مش غانا. موزمبيق النهارده انت حاطط له صلاح بلاي ميكر. صلاح ما بيدافعش، وانت عارف ان هو ما بيدافعش. ما تجيش تتفاجئ النهارده ان صلاح ما بيدافعش. صلاح واقف بيحلق، هو كمان ما بيحلقش يعني. بتسلمت نص الملعب بتاعك لموزمبيق. تمام. واتاخد منك نص الملعب واتعمل عليك شغل الشوط الاولاني، بس عدت عشان 1-0 والشناوي شال كوره وعدت. الشوط الثاني البدني قل، وانت نفس التسليمه وصلاح في القلب. طب صلاح في القلب ليه؟ ليه صلاح في القلب؟ ليه يعني صلاح في القلب؟ ما تلعب بلاحة ستة ونزل امام عاشور ولا زيزو في نص الملعب. ليه صلاح بلاي ميكر؟ انت النهارده بتلاعب موزمبيق. لو الماتش الجاي لو نزلت لعبت غانا، لا، لا بقى، ده كلام تاني بقى. يعني ده كلام تاني بقى، واضعاف بقى اللي انت شفته النهارده ده والمرتدات الجميله دي. والنهارده انت نزلت تسليمه نص الملعب دي. يعني ايه تسليمه نص الملعب؟ الف ب كوره كده. يعني انت اللعيبه جايه عليك فانت هتضطر تضغط بحمدي والنني، مش بتعليماتك. هو انت غصب عنك، اللعيبه مش هتقف تستناه، فبتضغط في خط الدفاع بتاعك بيطلع، فانت بتلعب ورا بحجازي. الماتش الجاي النهارده كان بيجري مع الواكينج ولوسيلسو ومش عارف ناس احنا مش عارفينها اساسا. الماتش الجاي حجازي هيجري مع اناكي ويليامز. تمام. ده هيجري مع اناكي ويليامز. فانت ازاي بقى؟ مش عيب حجازي. عيب اللي واحد بقول له العب على يعني هنستقبل مرتدات بحجازي ورا. ده مش صح. نيجي بقى اتكلمنا على جزئيه الاداء وعلى جزئيه. نيجي بقى النهارده المعلق. معلش، يعني هي حته مالهاش علاقه بالماتش، بس انت النهارده بتتكلم هل في واحد النهارده في المنتخب عمل اداء كويس؟ مصطفى محمد. تمام. فكره محمد صلاح اسطوره وعلى عيني وعلى راسي، مع اني ما شفتوش النهارده في الماتش يعني. بس النهارده انت المعلق بتتكلم. انا المنتخب واصل صلاح توظيف المدرب. معلش يا جماعه، بس معلش. النهارده لا كان في حميه من المنتخب ولا كان في حميه من صلاح. انا مش بتكلم على صلاح بس، انا بقول لك المنتخب كله. بس صلاح بالاخص انا مستني منك. يا عم مش هقول لك ليفربول، انا عارف ان انت ما وراكش ارنولد ولا جنبك لويس دياز ولا قدامك حتى داروين. بس النهارده انا مش شايفك ده صلاح. انا شايف النهارده معلش يعني ده اداء لاعب انا جايبه من الدوري المصري. اداء لاعب واقف بيتفرج. اقول لك على حاجه كمان، لو جايبه من الدوري المصري مش عارف يتفرج كده، هيضغط عشان ما يطلعش. لكن انت النهارده بتلعب بطريقه انا مش فاهم. هو طب انت مش عايز تيجي؟ طب انت مش مدي البطوله اهميتها؟ طب انت مش عارف انت بتلعب فين اساسا؟ يا عم ليفربول على عيني وعلى راسي، كبير انجلترا، احنا برضو المنتخب، احنا مصر. احنا 7 افريقيا. احنا الناس دي كلها بتفرح ان هي تقابلنا مش تتعادل معانا. فانت ما تجيش تتمشى لي في الملعب. يعني يا عم صلاح على عيني وعلى راسي يا جدعان، عمل كل حاجه للمنتخب. بس النهارده لا، انت النهارده ما عملتش حاجه. النهارده انت مش ده اللي انا مستني منك. انا يا عم مش عايزك ترقص الخمس لعيبه والست لعيبه، بس عايز الاقي منك حميه. زمان، زمان 2017 قبل الجوان كنت بشوف من صلاح حميه في الملعب. كنت بشوف ده الاداء بقى اللي انا مستنيه منك كصلاح. ما كنتش لسه انت صلاح بتاع النهارده. لكن النهارده انا مش شايف ده. مش ده بتاع محمد صلاح. والمعلق أنا مش عارف هو كان بيتفرج على ماتش تاني يعني. انت بتتفرج على ايه؟ انت انتقدت كل اللعيبه وتيجي عند محمد صلاح. اصل التوظيف، توظيف ليه؟ طب زيزو بتوظف غلط. طب ما انت انتقدت زيزو.
انا النهارده الصراحه ده مش اداء منتخب داخل ينافس على البطوله، ده اداء منتخب خطف بطاقه الصعود بس. دي مباراه حلوه بين اتنين، التالت والرابع بس. اتمنى يعني يكون في تحسين للاداء المباراه الجايه، لان احنا مش هننفع نقابل غانا كده، مش هننفع نقابل غانا كده، الموضوع مش هيبقى حلو. كمان نص ساعه هيبدا غانا، هتشوف غانا عامله ازاي. حتى يا عم النهارده لو خسرت، في كواليتي لعيبه اعلى من الكواليتي بتاعك. بس وده رايي النهارده في مباراه مصر وموزمبيق، وان شاء الله باذن الله نتقابل المباراه الجايه يوم الخميس، مباراه مصر وغانا باذن الله.